وصلت بعثتا فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره النصر إلى أبو ظبي العاصمة الإماراتية صباح الأحد استعدادا للمشاركة في منافسات كأس السوبر السعودي، وتحتضن الإمارات البطولة من 8 حتى 11 إبريل الجاري، وتلعب مبارياتها على ملعبي هزاع بن زايد ومحمد بن زايد. ووفقا لمصادر للرياضة يتدرب القطبان العاصميان الكبيران على ملعب محمد بن زايد الخاص بنادي الجزيرة الإماراتي، فيما يتدرب الاتحاد والوحدة على ملعب آل نهيان، ويلتقي الأزرق العاصمي نظيره النصر، بينما يواجه الاتحاد خصمه الوحدة الاثنين في نصف النهائي. وتجري المؤتمرات الصحفية في ملعب آل نهيان، وتوضح اللجنة المنظمة آلية البطولة والبرنامج النهائي.